السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم بايثون بالعربي. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجتين مهمين في الحلقات التكرارية في بايثون، هما بريك وكونتينيو. خلينا نبدأ. أول حاجة عندنا هي بريك، دي بتستخدم علشان توقف الحلقة تماما حتى لو لسه باقي فيها تكرارات. تعال نشوف مثال معانا. for x in range 10 if لو ال x equal 6 اطلع لي من الحلقة دي، وبعدين يطبع لي الإكس. شرح البرنامج سريع كده. الكود ده بيطبع الأرقام من 0 ل 9، بس عند الرقم 6 الكود بيلاقي بريك، فهيخرج من الحلقة على طول ومش هيكمل. تعال نشوف الرن الكود ده. بص معايا، طبع لي الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة، جه عند 6 وراح وقف وراح طالع من البرنامج على طول. تمام. تعال نشوفه كونتينيو. كونتينيو دي بتخلي الحلقة تتخطى التكرار الحالي وبعدين تكمل عادي. تعال نشوف مثال سريع كده عليه. for x in range 10 برضو if لو ال x equal 6 continue وبعدين print ال x. معنى الكود ايه؟ الكود ده هيطبع الأرقام من 0 ل 9 ما عدا رقم 6، يعني أول ما يجي عند رقم 6 مش هيطبع. تمام، بس هيكمل الحلقة بتاعتنا عادي لغاية رقم 10. بص معانا كده، طبع الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة، جه عند 6 ما طبعهاش، راح طبع السبعة وبعدين التمانية وبعدين التسعة. ديت باختصار بريك وكونتينو. مقارنة سريعة على الاتنين كده. بريك أول ما تشوف حاجة بتخرج من الحلقة، أما كونتينيو أول ما تشوف الحاجة دي تتجاهلها وبعدين تكمل عادي. تمام. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. جرب تكتب كود بنفسك وغير الشروط علشان تشوف تأثيرهم، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.